صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا داليا ودي قناتي، قناة داليا الرفاعي. النهارده معايا يوم جديد بقى خالص وروتين جديد. احنا المرة اللي فاتت عملنا غرفة النوم، والمرة دي قلت لكم بعد ما اخلص غرفة النوم ان شاء الله بإذن الله هادخل بقى على الغرفة بتاعة living أو غرفة الأطفال. هما الاتنين في غرفة واحدة يعني. الغرفة دي احنا قعدتنا وأكلنا وشربنا وكل حاجتنا فيها، حتى الدروس كانت فيها، المذاكرة فيها، كل حاجة فيها. فتعتبر أكتر أوضة متبهدلة معايا جدا جدا جدا. حبيت ان انا اعملها قبل المطبخ، لان انتوا عارفين ان انا ماشيه واحده واحده كده من اول ما اخدت الاجازه، وانا ماشيه واحده واحده كده بعمل يعني كل يوم حاجه. طبعًا أنا انتهزت فرصة إن أنا كان عندي أكل، لإن أنا في الأوضة دي أنا اشتغلت فيها من الصبح لحد بالليل. ف يعني أنا قُلت إن شاء الله أنا مش هاخرج منها غير وأنا عاملاها كلّها، فانتهزت كمان فرصة إن أنا عندي أكل، وقُلت إيه أخلّصها، لإن الأوضة دي إحنا قعدتنا كلّها فيها، فمش حابة إن القعدة تبقى فيها وهي متكركبة ومتبهدلة. وطبعًا أنا بقى لي مثلًا شهر، شهر ونُص ما عملتش فيها حاجة. بسبب الامتحانات بقى وكده، وطبعًا أنتم عارفين أنا كنت موقّفة الشغل على القناة الأيام اللي فاتت بسبب الامتحانات. ف يعني أنا عايزة أعمل لها زي جَرد كده، أو عايزة أعمل لها إيه، تنضيفة كده حلوة عميقة من الآخر، بحيث إن أنا إن إحنا قعدتنا كلّها، كلّها فيها. أنا أول حاجة بس برضه أنا ما كنتش يعني كنت قافلة الحتّة دي معاكم، قافلة الكاميرا يعني. كنت يعني شِلت المراتب ونضّفت تحت السرير وروّقت، وطبعًا كل الكُتب والحاجات دي روّقتها، وكل الحاجات بتاعة اللي هي الكُتب بتاعة النُص الأولاني وكده والترم الأولاني كلّها شِلتها وروّقتها، على أساس إن أنا لمّا ابتدي إن أنا النُص التاني إن شاء الله يبقى ليه حاجته وكُتبه، يعني إيه، أبقى مستعدة إن أنا إن شاء الله للترم الجديد بإذن الله. بُصّوا بقى، أنا هنا نزّلت كل اللي في الدولاب. يعني أنا ابتديت تحت السرير، بس أنا ما روّقتوش، يعني ما فتحتش الكاميرا، ابتديت بقى أفتح الكاميرا من أول الدولاب. طيب أنتِ ليه بتنزّلي كل اللي في الدولاب؟ زي ما أنتم شُفتوا كده في أول الفيديو، نزّلت كل اللي في الدولاب يمين وشمال. ليه بقى؟ لإن أنا هاغيّر نظام الدولاب. ليه بقى؟ أنا غيّرت نظام السرير. يعني أنا البنت كانت بتنام تحت الشباك والولد بينام الناحية التانية. ال أنتم عارفين البنات بتسقع شوية عن الولاد، يعني مهما الشباك كان مقفول، لأ هي قالت لي: "يا ماما أنا عايزة أغيّر." وخلِّت السرير بقى الناحية التانية، اللي هو ناحية الباب. وخلّينا تحت الشباك للولد، عشان هو قال لي: يعني أنا مش فارق معايا." وهي قالت لي: "لأ أنا باسقع." وساعات هو، عارفين اللي هو في الوقت اللي هو بتاع الخريف ده، كان هو بيبقى حرّان. تيجي بقى ساعة اللي هو إيه، ساعة الفجرية كده بتبقى الجو تلج، السقعة كلّها بتنزل على السريرة هي، فبتبقى صاحية واخدة برد شديد. فأنا قُلت له: "لأ خلاص، ما دام أنت بقى يعني خلاص يعني حرّان وكده، لأ خلاص خلّيك أنت بقى السرير اللي تحت الإيه، اللي تحت الشباك." طبعًا أنا طبعًا أنا كنت مخلّية السرير اللي هو بتاعها وضرفة الدولاب ناحيتها. أنا بقى دلوقتي بما إن أنا بدّلت السراير، كمان هابدّل الدولاب، هابدّل كمان الضرف بتاعة الدولاب. نزّلت الدولاب كلّه وخلّيت اللي هي ناحية السرير، اللي هو الضرفة اللي هي ناحية السرير بتاعة اللي هي تحت الشباك دي، هاخلّيها بقى إيه، هابدّلها، هاخلّيها بتاعة الولد والناحية التانية هاخلّيها بتاعة البنت. بحيث إن يبقى كل دولاب أو كل ضرفة دولاب السرير بتاعه جنبه. يعني عايزة أقول لكم إن السرير جنب الدولاب على طول، يعني كل واحد ضرفته جنبه، فاهمين؟ أنتم هتشوفوا دلوقتي في الآخر لمّا أوضّب الدولاب هيبقى عامل إزاي. لإن أنتم عارفين إن الدولاب عندي منقسم لقسمين. أنا هنا خلّصت، طبعًا أنا خرّجت كل اللي في الدولاب يمين وشمال ونضّفته ومسحته، وابتديت إن أنا أروّق الدولاب من أول وجديد. أنا عملت الجزء بتاع الولد، ده الجزء بقى بتاع البنت أهو. هابتدي إن أنا كمان أعلّق الشماعات. بعد كده بقى أنا هنا كمان باحُط اللي هم المنظمات دي عايزة أقول لكم سحر، سحر والله العظيم. أنا باحُط فيها اللي هم الunderwear بتاعتها، لإن أنا مش حابة إن الunderwear تبقى باينة، فباحُطّها يا إمّا في درج مقفول، يا إمّا تتحط في منظمات مقفولة، فبتبقى حلوة. يعني حتى لو مش معاكِ ولد في الأوضة،
حتى لو بنتين برضه أنا باحب يعني بُصّوا المنظمات دي بُصّوا أنتم ما أنتوش شايفين اللي جواها، لكن اللي جواها بيبقى underwear. فأنا حابة إن تبقى دايمًا الحاجة متغطية كده، فدي بتبقى حلوة أوي. بُصّوا أنا هنا خلّصت أهي الدولاب. وبعد كده هابتدي بقى أغيّر الستاير. أنا الستاير دي بقى لها فترة كبيرة عندي. بُصّوا زي ما أنتم شُفتوا كده، بُصّوا الستاير دي أنا عارفة أنتم هتقولوا إيه، الستاير دي أطفالي شوية، هي كانت من الأوضة القديمة. الأوضة القديمة كان لونها اللي هو اللون الأزرق ده في أصفر، وأنا كنت عاملة كل حاجة أصفر فأزرق على أساس إن الأوضة القديمة كده. لمّا جيت غيّرت وجددت وكده، خلاص بقى شُلت بقى الحاجات اللي هي الأطفالي دي، وابتديت إن أنا يعني حوّلتها من أوضة أطفال لأوضة شبابية. بس بصراحة بيني وبينكم استخسرت الس ال ال يعني الستارة زي ما هي جديدة تعتبر، واستخسرت كمان الدفايات، لإن أنا كنت جايبة طقم دفايات معاها نفس الشكل كده، يعني كانوا عاملين زي طقم كده، وكمان السجاجيد برضه كنت جايباها كده، بس السجاجيد خلاص يعني اتهلكت ووزّعتها وخلاص، لكن الدفاية بالستارة يعني تقريبًا كويسة ما فيهاش حاجة. فأنا قُلت كتغيير، يعني كتغيير وإن إحنا داخلين على إجازة وكده، فتغيير يعني باحب أنا من وقت للتاني كده أغيّر الstyle بتاع الأوضة يعني. حتى لو أطفالي شوية، بس هي بتاخد وقتها وخلاص يعني كتغيير بس كتغيير للعين. طبعًا أنا بُصّوا أنا هنا لو تلاحظوا إن هي لونها أزرق في أصفر، دي كان لون الأوضة القديمة. بُصّوا بقى، في حاجة بقى عايزة أقول لكم عليها. بُصّوا بقى، بما إن أنا واللي خلّاني بقى شجّعني إن أنا أعمل حاجة زي كده إن أنا عندي لون الأوضة محايد، يعني لون الأوضة اللي هو الرماديات اللي هي الفاتحة خالص، اللي هو اللون اللي بيليق عليها أي حاجة. حطيتِ ستارة حمرا، خضرا، زرقا، صفرا، أي لون، اللون الرمادي اللي أنا باقول لكم عليه أو درجة الرمادي الفاتحة أوي، الجراي الفاتح أوي البودرة ده، ده بيليق على أي حاجة. تاني حاجة إن العفش كمان لونه محايد، لونه أبيض وكمان ما فيهوش شغل كتير. فأنا كنت دايمًا أقول لكم دايمًا هاتوا العفش البسيط علشان ودايمًا يكون اللون الأوضة فاتح ولون واحد، وما يبقاش فيه شغل كتير، عشان مهما تحطوا عفش منقوش، مشجّر، كارو، أي حاجة، يبان. أولًا يبان وما يبقاش في زغللة كتيرة للعين. لو أنتِ عملتِ الأوضة مثلًا فيها شغل كتير، وإن العفش كمان فيه شغل كتير، وإن لمّا تيجي بقى تحطّي كمان ستارة زي دي أو دفاية زي دي فيها شغل كتير، هتحسّي إن الأوضة زحمة. إنما لمّا يبقى كل حاجة حواليكِ سادة، مثلًا الحيطان سادة، العفش نفسه سادة، لونه أبيض سادة، ما فيهوش شغل كتير، ما فيهوش قُيَم بقى والحاجات بتاعتنا بتاعة زمان دي اللي فيه شغل كتير. لأ، الحاجة كل أمّا تكون بسيطة، كل أمّا تكون حلوة جدًا. بُصّوا الحركة دي، حبيت أورّيها لكم يعني. بُصّوا هي أطفالي شوية، بس أنا لمّا فرشتها حسيت إن هي يعني أدِّت روح كده للأوضة جديدة. بُصّوا بقى أنا هنا عملت السريرين، أنا بُصّوا بقى زي ما أنتم شايفين كده، وعملت كمان الستارة. بُصّوا الستارة شكلها شيك أوي، يعني لمّا اتعملت بالطريقة دي شكلها بُصّوا حلو إزاي، ومش باين على فكرة فيها اللي هو الدبدوب أو حاجة الأطفال دي مش باينة أوي، وهي برضه حاجة يعني هي أدِّت شكل جديد للأوضة، يعني عايزة أقول لكم تغيير، تجديد كده يعني. بُصّوا بقى تحسّي إن الأوضة يعني اللون الأزرق فيها ملعلع زي ما بيقولوا، بسبب إن كل حاجة سادة حواليها. أنا كمان كنت عايزة الكُشَن دي كنت عايزة أشيلها من على البتاع، بس نسيت بصراحة، من على الرُكنة بس نسيت. أنا هنا باقول لكم إن أنا هنا خلّصت الجزء بتاع الستارة بالدولاب بالسراير، اللي هي الجزء بتاع أوضة يعني أوضة الأطفال كده تعتبر الجزء اللي هو نُص الأوضة خلص. بابتدي بعد كده بقى الجزء بقى اللي أنا باقول لكم عليه، اللي هو الجزء الliving، اللي هو بقى أنا هاشيل كده بديل السجاد هانفّضه. الحمد لله هو برضه زي أوضة النوم ما اتبهدلش جامد معايا، الحمد لله، وأنا محافظة عليه. لإن ليه بقى؟ لإن هتشوفوا في آخر الفيديو أنا فارشة إيه فوقيه، هتعرفوا إن أنا محافظة عليه. لإن تقريبًا يعني عايزة أقول لكم إن بديل السجاد ناس كتير أوي قالت إن هو ما هو فعلًا ما بيتغسلش زي السجاد، وما وما ما يعني ما تعمليش عليه بقى فُرشة خشنة زي السجاد، لأ ما ينفعش معاه الكلام ده. لازم تحافظوا عليه على قد ما تقدروا، فرشة تكون فرشة ناعمة خالص، مش فرشة البلاط ولا فرشة السجاد الخشنة أوي الشديدة أوي لأ، دي مش هتنفع لبديل السجاد، كل حاجة ليها استخدام.
فأنا يعني باحاول على قد ما أقدر أحافظ عليه، علشان إحنا طبعًا زي ما أنتم عارفين إن الأوضة هنا ليها أكل وشرب ونوم وقعدة ومذاكرة كل حاجة فيها. فأنا دايمًا باحاول على قد ما أقدر أغيّر كل شوية الstyle بتاعها وأغيّر كل شوية منها، ودايمًا هتلاقوني أكتر أوضة باحب إن أنا أغيّر كل شوية وأعمل لها ستايلات جديدة، عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي إحنا قاعدين فيها. يعني هي دي الحاجة الوحيدة اللي إحنا قاعدين فيها، فدايمًا باغيّر فيها، عشان ما نزهقش، عشان العين ما تملِّش منها. هنا بقى أنا كنستها كلّها أو كنست الجزء اللي هو بتاع الرُكنة، وابتديت بقى بالmop بتاعتي أعملها، يعني أمسحها. دي تعتبر آخر حاجة يعني يعتبر هامسحها، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أرجّع يعني أنا دايمًا، دايمًا باعمل الأوضة دي إيه، علشان ما اتبهدلش أوي فيها، دايمًا باعمل أول حاجة باروّق الدولاب، بعد كده بابتدي للسراير، الستارة، بعد كده بابتدي أعمل الجزء يعني أنا كده يعتبر خلّصت اللي هو الغرفة الأولانية يعتبر أو نُص الغرفة. بابتدي بعد كده أعمل بقى الجزء اللي هو بتاع الliving اللي إحنا قاعدين فيه. دايمًا، دايمًا أنا هتلاقوني في كل فيديوهاتي باعمل الحركة دي، أخلّص الجزء ده وبعد كده أبتدي في الجزء ده، اللي هو بقى إيه، بيبقى قدّام الباب على طول. بُصّوا بقى أنا هنا هارجّع كل حاجة مكانها، هارجّع الرُكنة مكانها، وبعد كده هابتدي أكنس بقى الأوضة كلّها وأمسحها برضه بالموب. عايزة أقول لكم الموب دي يا جماعة اللي ما جابهاش فايته كتير، سحر. عايزة أقول لكم عشان هي رفيّعة بتخش تحت كل حتّة، تحت كل حاجة. جميلة جدًا، عاجباني جدًا، جدًا، وبصراحة فلوسها حلال، وأكتر حاجة أنا يعني مقتنعة بيها 100%. وأنا عملت فيديوهين كاملين عن الموب دي، وعن الفرق ما بينها وما بين الشرشوبة، وعن مميزاتها وعيوبها واستخدامها وكل حاجة فيها وسعرها كمان، وهتلاقوها فين. بُصّوا كل حاجة، كل حاجة هتلاقوها. هتكتبوا عنوان الفيديو الفرق ما بين الشرشوبة والموب التركي، اكتبي جنبيها داليا الرفيعي عشان يطلع لِك الفيديو، وهتلاقي review كامل. ده الفيديو بقى التاني، عاملاه review كامل وشامل عن الموب التركي داليا الرفيعي. برضه دايمًا أي فيديو هتدوّري عليَّ فيه أو أنا عاملاه، دايمًا تكتبي جنبه أو جنب عنوان الفيديو اسم القناة علشان تطلع لِك على طول. من الحاجات الحلوة أوي، أوي، أوي اللي عجبتني، يعني عملت لها فيديوهين من كتر إعجابي فيها بصراحة يعني. فلوسها حلال، أنا كنت جايباها يعني مش عارفة 190 أو ب200 حاجة كده يعني، أو 180. هي كمان دلوقتي رخصت شوية يعني عن الأول. لإن أنا شُفتها هنا شُفتها عندي كانت أرخص شوية كمان أو نفس السعر حاجة كده يعني. بس يعني بصراحة هي حلال فيها الفلوس بصراحة يعني. بُصّوا بقى أنا هنا بامسح أهوّة بعد ما كنست مسحت على طول. بُصّوا بقى أنا هنا عايزة أورّيكم بُصّوا إن هي قد إيه بتدخل تحت الرُكنة. أنا الفيديو ده عاملاه مخصوص ومصوراه بالطريقة دي علشان أورّيكم إن الموب بُصّوا داخلة إزاي، داخلة إزاي تحت الرُكنة. بجد رائعة، رائعة، رائعة. برضه هاورّيكم هنا هاغيّر زاوية التصوير، وهاورّيكم هي إزاي بتدخل ما بين الرُكنة وما بين السرير. بُصّوا، حتّة لا يمكن أصلًا أعرف أدخلها، يعني لو أنا شرشوبة لأ مش هاعرف أدخلها، يعني مش هاعرف تدخل بالمنظر ده. لأ هي دخلت تحت السرير وما بين الرُكنة وما بين السرير برضه دخلت. برضه هنا بُصّوا رغم إن هنا المسافة قريّبة جدًا، جدًا، برضه دخلت. عايزة أقول لكم من كتر رفعها ده عشان رفعها ده بتخش في أي حتة، وكمان اليد بتاعتها بتتحرك 360 درجة، فده مخلّي في سهولة في الاستخدام، وكمان الحركة بتبقى سهلة جدًا. بُصّوا بقى أنتم إزاي تحافظوا على ال الم اللي هو ال آمم بديل السجاد. عايزة أقول لكم بما إن أنا يعني دايمًا، دايمًا إحنا قاعدين هنا، فدايمًا هنا الدنيا عندي بتتبهدل. فأنا هو جميل وحلو وكل حاجة، لكن دايمًا إحنا نحافظ على الحاجة عشان تفضل العمر الافتراضي بتاعها بدل ما هو مثلًا سنتين 3 لأ إحنا نخلّيه 5 و6 و10. إزاي؟ بالمحافظة. أنا هنا حاطة يعني حاطة البديل بديل السجاد، وحاطة فوقيه هتشوفوا دلوقتي بعد أمّا أفرش. أنا هنا كنت باحاول إن أنا أفرشها. أنا هنا جايباها 2 في 3. أنا كنت حابة وقاصدة إن أنا أجيبها 2 في 3 عشان تغطي لي الأوضة كلّها من أولها لآخرها. ما كنتش عايزة حتّة باينة ولا حتّة عريانة، أو إن أنا أجيب مشّايتين والزقهم في بعض أو سجادتين صغيرين والزقهم في بعض. أنا ما كنتش حابة كده خالص. أنا كنت حابة سجادة كبيرة، وفي نفس الوقت
يعني أنا تقريبًا كل يومين بنشيل السجادة ونمسح ونكنس، لإن هي دي عادتنا. فما كنتش عايزة زي ما قُلت لكم، أنا ما كنتش عايزة حاجة تقيلة، ما كنتش عايزة حاجة أقعد أنفّضها تقيلة عليّا وعلى دراعاتي، ولأ، يعني كنت عايزة حاجة خفيفة. أنا هنا يعني تقريبًا أنا باشيلها كل يومين، مش حاسة إن هي يعني بانفّضها، لأ، مش تعباني خالص، خالص. طيب أحافظ عليها إزاي؟ لإن المفروض إن إحنا قعدتنا كلّها هنا أنا بافرش فوقيها بديل، مش بديل سُجّاد بقى، بافرش حافظة سجاد. طب أنتِ أصلًا إيه اللي يخلّيكِ تفرشي بديل سجاد وعليها الحافظة؟ بُصّوا يا جماعة، أنا لمّا كنت شارية الحافظة دي في الأول خالص، أنا عندي السيراميك أملس بيلمع ناعم، فكانت بتتزحلق من عليه، اللي هو حافظة السجاد دي كانت بتتزحلق من عليه. دي حافظة سجاد مش بديل سجاد، دي حافظة سجاد. أنا فارشاها وتقريبًا كل شهر باغسلها في الغسالة، فمش محتاجة بقى إن أنا أغسل بديل السجاد. فأنتِ عايزة تحافظي على البديل السجاد بتاعِك ويفضل أكتر وقت ممكن، افرشيه في أوضة النوم. لو أنتِ عندِك أطفال، حتى لو مش عندِك أطفال، عشان الهلك بتاعنا كلنا، ما فيش مشكلة إن أنتِ تفرشي ب اللي هو ما فيش مشكلة إن أنتِ تفرشي اللي هو حافظة السجاد دي، لإن إحنا قعدتنا كلها فيها، ولمّا ييجي لِك حد يا ستي بيشيليها. أنا تقريبًا كل شهر أنا باغسل بديل السجاد دي في الغسالة، فبالنسبة لي مش متعبة. ويعني قصدي باغسل حافظة السجاد في الغسالة، فمش متعبة بالنسبة لي خالص. وفي نفس الوقت باحافظ على بديل السجاد بدل ما أغسله كل شهر. يعني بدل ما تغسلي بديل السجاد كل شهر مش هيقعد معاكِ سنة، وهيفرّط من بعضه زي ما الناس بتقول والكلام ده. لأ، إحنا نحافظ على حاجتنا ونفرش فوقيه حاجة ما دام إحنا قعدتنا وأكلنا وشربنا فيها. لإن لو تلاحظوا إن أنا مش حاطة حافظة سجاد في أوضة النوم، لإن تقريبًا إحنا ما بنخشهاش. لكن لو أنتِ قاعدة في يعني مثلًا في living أو كده، لأ، ما فيش مشكلة، وعندِك أطفال، ما فيش مشكلة إن أنتِ تحطي حافظة سجاد، ما فيهاش مشكلة خالص. أنا هنا باورّيكم إن أنا خلّصت. أنا عايزة أقول لكم إن أنا بادية من الصبح، أنا خلّصت بالليل. عايزة أقول لكم يعني لولا إن أنا كان عندي أكل كان زمانهم فتحوا حسّهم عليّا. أنا هنا باورّيكم الترابيزة بتاعة الدروس، ركنتها بقى خلاص لحد إن شاء الله الترم التاني ما يبدأ علينا. كده يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه، واديتك نشاط، واديتك نشاط كده وتحميس ان انت، حماس ان انت تبتدي. لو انت مش بادئه ابتدي يلا. انا بصراحه انا قعدت فيها من الصبح بالليل بصراحه، قلت بقى اخلصها وابتدي يعني ان شاء الله يوم جديد بفيديو جديد بروتين جديد باذن الله ان شاء الله. اخر حاجه مرحله معايا وهي مرحله التعطير. انا بحب مرحله التعطير دي جدا. بس أنا هنا بقى ما يعني أنا المفروض كنت أبخّر. أنا كنت عاملة حسابي إن أنا هاخلّص بدري. أنا خلّصت يمكن بعد المغرب أو على العِشا كمان، على 19:00. فما كنتش حابة إن أنا بابخّر، ما باحبش أبخّر بالليل، فباعطّر بقى. يعني أنتم لو هتخلّصوا أو بتروّقوا شقتكم أو بتعملوا حاجتكم بالليل، عطّروا باللي هو المُعطّر بتاع فريدة، أنا باحبه أوي. لكن لو الصبح خلّصتوا، أنا باحب أبخّر بصراحة. يعني البخور بيبقى حلو أوي الصبح، أو فترة من الضهر للعصر، لكن بالليل مش مستحب. أنا ما باحبش البخور بالليل. فأنا بما إن أنا خلّصت بالليل، وطبعًا إحنا زي ما قُلت لكم إحنا في إجازة، ما باشتغلش بقى ساعتين و3 زي في كل يوم زي الأول. لأ، أنا باخد الحاجة يعني بادخل الأوضة وباخرج منها لمّا بتكون خلاص خلصت. فاليوم بقى طبعًا الحمد لله كلّه بتاعي الحمد لله، فباخلّص وكده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.